سي خالد، انطباعاتك على الدورة هذه؟ بالنسبة للوفد اللي زار منزل بورقيبة خذا انطباع طيب، ونشكر جمعية لوكتا. أثبت اليوم المجتمع المدني في منزل بورقيبة أنه في مستوى عالي، وهذه الفكرة اللي عندهم علينا في ألمانيا، والجيزات قاعدة تخدم، قاعدين مركزين على منزل بورقيبة بالكدا. وكنت راهو مشاريع كبيرة قاعدة تخدم كما الاسباس سيتويان اللي هو نموذجي تخدم كان في منزل بورقيبة بالتعاون مع الجيزات. عندنا شراكة زادة في بين البلديات فيما يخص الكوليكت دي ديشي، تخدم زادة ببارتناريا مع الجيزات قاعد يتخدم، وتكون معناها شبكة البلديات هذه. يعني ثم عديد المشاريع قاعدة تتكون، وزيارة الوفد من شتوتغارت هذا اليوم هذا راهو جاي باش عبارة نفس جديد للعلاقة التوأمة اللي بين منزل بورقيبة وشتوتغارت. واحنا مش هذا برك، راهو ماشيين في علاقة بين 4 مدن اللي هي بنزرت، منزل بورقيبة، شتوتغارت وروستوك، وهذه قاعدين يخدموا عليها عندهم قريب عامين. جاء نائب من ألمانيا وتكونت الجملاج بين بنزرت وروستوك، وفي نفس الإطار باش إحياء كذلك العلاقة بين منزل بورقيبة وشتوتغارت، وبقدرة ربي ماشيين في ثنية طيبة يعني. وهذا كله لمصلحة المدينة. Achso, ja, ich bin sehr beeindruckt von dem reichhaltigen Angebot, das die Okta macht, und ja, also es hat uns überwältigt. Also ich hätte nicht gedacht, dass ihr so vielfältig aktiv seid. Ja, c'est excellent, je suis surpris. C'est bien organisé par l'Okta, je suis surpris. يعني رغم الظروف اللي تعيشها تونس منذ 5 سنوات قبلوا باش يكونوا موجودين، كيفاش اكتشفوا تونس بعد ذاك الحملة اللي عشناها في تونس؟ Wir findest du Tunesien nach 5 Jahren mit verschiedenen Touristenakten und so weiter. Achso, wegen der Sicherheitslage oder was ist die Frage allgemein? Wie findest du Tunesien? Ja? Jetzt nach 5 Jahren, ja, mit Terror-Sachen und so weiter. Ja, also nach wie vor, also ich bin von Tunesien begeistert, weil die Menschen ja alle so freundlich sind und so ein nettes Miteinander herrscht. أنا منبهر بالتوانسة ونحب التوانسة، ومش أول مرة يجي لتونس، وتوانسة ناس جماعة ناس يحبوا الناس وما عندوش حتى مشكل. احنا نطلبوا منه باش يسوق لنا صورة جميلة على منزل بورقيبة في شتوتغارت. Ja, fragt, kannst du in Stuttgart erzählen, wie Menzel Bourguiba jetzt ist? Was ich sagen würde praktisch, ja, was würde ich sagen, dass es eine sehr bunte Stadt ist, in der es viele Aktivitäten gibt und das auch sehr schön ist einfach, also die Landschaft und die Möglichkeiten, die man hier hat. أنا نقول اللي منزل بورقيبة مدينة جميلة وحية وفيها برشا تظاهرات ثقافية، وما نجم نقول عليه كالباهي. هو قال لنا على السلامة بالعربي واحنا نقولوا له بالسلامة بالعربي. Ja, sagt, du hast Aslama gesagt auf Arabisch. Wir sagen auch Bislama auf Arabisch. Ich weiß, Bislama, ja, oder Masalama. خولة، تنحى الضغط؟ والله الحمد لله، كملنا توا من الاختتام تاع الايام الثقافيه، والحمد لله كانت ناجحه حسب رايي. معناها صحيح فما كان شويه نقائص ولا شويه غلط بالطبيعه، حتى شيء ما يكون بارفي، مي ان شاء الله العام الجاي نعملوا حاجه ما خير. واما فرحانين برشا اللي تعداو على خير، وتعداو الالمان كانوا فرحانين برشا، والحضور زاده بالطبيعه عجبتهم الانشطه الكل نتاعنا. تعرف خولة اللي انتم كانت عندكم مسؤوليه كبيره من خلال نجاحكم انتم في الدوره هذه، ربما تعيدون الحراره للعلاقه الرسميه بين مدينه منزل بورقيبه ومدينه شتوتغارت. بالطبيعه هذاك هدفنا، احنا حبينا نخدموا التوأمه شويه، وحبينا نحركوا شويه منزل بورقيبه وعلاقتها الخارجيه مع المانيا. ان شاء الله هذا الهدف هذا يتحقق، وهنا معناها عملنا اللي علينا، وباقي معناها ان شاء الله اللي جاي خير. هكا اكيد من غدوه باش تبداو تفكروا في الدوره الثالثه.
ان شاء الله بالطبيعه. المره هذه نبرمجوا لها قبل حتى برشا، وان شاء الله نعملوها اطول شويه ان شاء الله، بك شي 4 ايام ولا 5 ايام، يعني اكثر من الايامات هذوما.